تعرفوا غتهدموا ايوا قبل ما تهدموا لهاد الناس لقاو ليهم السكن فين يسكنوا. عيشتوا الناس في الرعب، عيشتوا الناس ما عرفوا تا رمضان كيف دوزوه. علاش ما يهبطش هاد السيد الوالي؟ السيد الوالي هو اللي ادى القسم، وكيف ما شرط هو اللي ملزم يهبط عند المواطنين. ما غاديش نسمحوا ان يتهانوا المغاربه ديالنا في قلب المغرب ديالنا. حسبي الله ونعم الوكيل. الرحمن الرحيم. الأستاذة فاطمة العبوس، المراقبة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. اليوم جينا نتكلموا على واحد الموضوع جد خطير اللي ولا في الرأي العام ديال حي المحيط بالرباط. حنا كمنظمة وجهنا النداء ديالنا للسيد والي جهة الرباط القنيطرة، ولكن اليوم كنطالبوا من هذا السيد الوالي وكنقولوا له بلا انك ملزم باش تهبط عند الساكنه وتشرح لهم وتوضح لهم وتواصل معاهم، لان سيدنا داير فيك الثقه التامه، داير فيك الثقه التامه، واديتي القسم امام الله وامام الوطن وامام الملك. وحنا اليوم كنشوفوا ان هاد الناس كما غادي ندرج لكم ونشرح لكم مزيان باش كلشي يفهم، باش اللي ما كيفهمش يفهم. اليوم هنا في حي المحيط في الرباط عندنا ثلاثه الفئات، عندنا الملاك والكراي والملاك ديال العمارات. هنا هاد الكراي هادو اللي كارين من عند واحد الملاك، هاد الملاك هما ما عندهم كسار. هاد الملاك باغيين هاد الناس غير يخرجوا غير يتفكوا من ديك لان كارين هي ب 300 درهم 200 درهم، لان الناس كارين 70 سنه 80 سنه، ماشي هي يعني الكرا ديال هاد السنوات هادي. ولكن هاد الناس هاد المالك ديال هاد العقار اللي مكري باغي يتفك منه. واليوم اللي شويه خربق لينا العقل ديالنا ان اليوم كنهضروا على نزع الملكيه، وكما كتعرفوا مغاربه كامل الحمد لله راه اليوم كلشي قاري وواعي ان نزع الملكيه خاص من الشروط ديالها الضروريه انه تكون هناك المصلحه العامه. هنا كما كنشوفوا ان ليست هناك مصلحه عامه، هنا كاينه مصلحه خاصه وراء الكواليس. لان اليوم الا كان الغرض ديالكم هو تجهيزات هيكليه وانشطه تجاريه وسكنيه متكونه من R+6 يعني ارضي زائد 6 طوابق، اذا هاد الناس خاصهم يكونوا من المستفيدين الاوائل في هذا المشروع. وهاد الساكنه اللي في هاد العمارات ديال حي المحيط لانهم ملاك شراو هاد الشقق، راه اقتناوهم، راه شراوهم، راه ضربوا تماره، راه تكرفصوا، راه كاين ناس تما دابا في العمارات ديال الحي المحيط اللي اليوم باقيين تيخلصوا في الكريديات، باقيين كيديو في الكريديات في لي بنك. بالله عليكم واش نهار الاول هاد المنعش العقاري اللي جا شرا هاد الارض وخدا عليها رخصه سكنيه وعلقها وبنى عماره وخدا عليها رخصه السكن، وجاو ناس مساكن فيهم الجاليه المغربيه وكذلك المغاربه ديالنا القاطنين في المغرب شراو دي زابارتمون، شراو شقق ديالهم، تمحنوا تسلفوا تكلفوا وشراو، ونجيو اليوم نقولوا لهم لا راه حنا غنديروا تما R+6. نتوما ما بقيتوش خدامين لينا، حيدوا بالك وغادي نجيبوا واحد الجيل واحد اخر. لا سيدي، اليوم الا كان شي غرض من هاد الاغراض هادو اللي ذكرت ديال بناء عمارات وانشطه تجاريه وسكنيه متكونه من R+6، خاص هاد الناس يكونوا من الاوائل المستفيدين. وكنشوفوه كذلك ان السيد الوالي كيعطي التعليمات ديالو، كيصيفط السيد الباشا والسيد القائد واعوان السلطه كيمشيو كينتقلوا لعين المكان الحي المحيط في التهديد ديال المواطنين. علاش ما يهبطش هاد السيد الوالي؟ السيد الوالي هو اللي ادى القسم، وكيف ما شرط هو اللي ملزم يهبط عند المواطنين ويشرح ليهم وبالقاعده وبالصواب، باش الناس راه عايشين الرعب في هذا رمضان، راه عايشين الناس في الرعب، راه السلطه هذا شطط في استعمال السلطه، عيشتوا الناس في الرعب، عيشتوا الناس ما عرفوا تا رمضان كيف دوزوه.
ديجا الناس الحمد لله ها نتوما كتشوفوا الغلاء المعيشي ديال هاد الناس هادو اللي كيعيشوه، ونزيدوا عليهم هذا موضوع اخر غادي نرجع ليه ديال الزياده في الاسعار، ونزيدوا نصيفطوا لهم السلطه والقايد والباشا. علاش خصك انت السيد الوالي اللي غتنزل باش تواصل مع الناس؟ العمده فين هي العمده؟ فين هما المنتخبين اللي كيبانوا غير في انتخابات، اللي كيعرفوا هاد الناس مساكن غير في انتخابات، غير كيحيدوا انتخابات ما يبقاوش كيشوفوهم؟ لماذا؟ علاش؟ بغينا نعرفوا فينا هما اللقاءات التواصليه. ما كاينش لا الولايه لا الجماعه لا العمده لا المنتخبين، ما كاينش لقاءات تواصليه. قبل ما يهبطوا عند هاد الناس ديال الحي المحيط، ياك قبل ما تهبطوا عندهم السلطات، فين هما اللقاءات التواصليه؟ علاش ما تواصلوش مع هاد الناس وتشرحوا لهم، تقول لهم اودي فوالا ها اللي كاين ها اللي كاين ها اللي كاين، تعطيهم شنو كاين ما وراء الكواليس، تقولوا لهم شنو كاين بكل شفافيه ووضوح. ماشي تبقاو تصيفطوا السلطات الباشا واعوان السلطه باش يتكرفسوا على عباد الله، والتهديدات ديال عباد الله يهددوا فيهم. الناس ما صاموش هاد رمضان، الناس ما عقلوش على هاد رمضان. وزياده على ذلك اختيار الزمان، اللي لاحظنا ان مدينه الرباط ديما كيختاروا شهر رمضان، شهر الغفران، الشهر الفضيل، شهر الاستقرار والطمأنينة والأمن الروحي. وصاحب الجلالة نصره الله وأيده ديما كيأكد على هذا الشيء في جميع الخطابات ديالو وباستمرار. راعوا الظروف ديال الساكنة ديال الحي المحيط، راعوا الظروف ديالهم في هذا الشهر المبارك. اللهم إني قد بلغت. راه حشومه هذا الشيء، هذا راه ظلم، وسيرتو اننا كمملكه مغربيه نعتبر كنمثلوا حقوق الانسان دوليا، وحنا كمنظمه كنمثلوه وطنيا للاسف الشديد. وكذلك نهضروا على الكراي، الناس اللي كاريين بحي المحيط اللي اليوم في مأساة كارثيه. بالله عليكم هاد الكراي اللي هدموا لي اليوم، كان كاري تما ما يزيد على 40 سنه ولا 50 سنه، اليوم هدموا له الدار اللي كان كاري فيها. هذاك المالك ديال هذيك الدار راه مرتاح، راه بخير، ما خصو تا خير، لانه هو كاري غير ب 200 ولا 300 درهم ولا 400 درهم، يعني من الاحسن اللي يتهدم ويتعوض. هذا بشأن الكراي اللي كيلقى عده صعاب. كذلك كيمشي يكري، بالله عليكم 5000 درهم للشهر، باش منين غيجيب هاد السيد هذا باش يكري ب 5000 درهم للشهر؟ ها تعرفوا غتهدموا. ايوا قبل ما تهدموا لهاد الناس لقاو ليهم السكن فين يسكنوا بنفس القيمه باش كانوا كاريين. ماشي اليوم الناس كيمشيو يقلبوا على الكرا ما كيلقاوش بتاتا فين يسكنوا. دونك هاد الساكنه دابا ديال الكراي ديال الحي المحيط راه ولات في التشرد التام، كنحملوك المسؤوليه التامه السيد الوالي. كيف ما هضرت على الكراي، دابا غادي نرجع للناس ديال العمارات. الناس ديال العمارات اللي اخطر، زعما اخطر من الخطر. اليوم كنعيشوا عمارات مبنيه جديده، السكان ديالها ملاك محفظين مسجلين بقوانين مخلصين الموثيقات ديالهم. بالله عليكم اللي الذنب الوحيد ديال هاد الناس انهم جاو كيشوفوا في البحر. ما كيستاهلوش، لانهم ليسوا بمغاربه، ما كيستاهلوش. حنا غادي نبنيو اير بلس 6 ونديروا فيها مساكن اخرى، ونجيبوا ناس اخرين اللي كيستاهلوا يشوفوا في البحر. بالله عليك سيد الوالي، العمارات ممنوع منعا كليا انهم يتقاسوا، الا اذا نزلتي وتحملتي المسؤوليه ديالك وجلستي مع السكينه بشرط واحد، هو انه هاد الساكنه ديال هاد العمارات يستافدوا من هذا المشروع هذا اللي غادي تبني اير بلس 7 مع ضمان شققهم المتواجده فيهم حاليا. هذا هو الشرط الوحيد السيد الوالي، لان احنا كمغاربه ما غنسمحوش، وكمنظمه حقوقيه لمحاربه الفساد ما غاديش نسمحوا ان يتهانوا المغاربه ديالنا في قلب المغرب ديالنا، لان هاد العمارات ديال الحي المحيط داكشي اللي كيعيشوه في سيدنا رمضان حسبي الله ونعم الوكيل. بغيت نهضر في واحد النقطه مهمه باش الساكنه ديال حي المحيط تلفت ليها الانتباه ديالها وتعقل عليها وتخليها عندها، لان غادي تنفعكم بزاف. على حسب التحديد ديال التعويض
هاد الناس اللي ما كنهضرش على الناس اللي عندهم الاملاك ديالهم محفظه مسجله، كنهضر على هاد الناس اللي كارين العقارات ديالهم ومهددين بالهدم في حي المحيط. وكنهضر كذلك على السكن الغير اللائق، لان حنا ديما كنبقاو مع الهيكله واعاده الهيكله، وحنا بغينا المغرب ديالنا يزيد الامام. هاد التعويض هذا نورمالمون حسب القانون 781 كيتحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية. لهذا القرار ديال نزع الملكية حتى هو خاصو يكون بحكم قضائي. وإلا ما كانش السيد الوالي زيارة من طرفك تواصلية ميدان في الميدان بحي المحيط للتواصل مع ساكنة حي المحيط وتشرح لهم ماذا يقع وراء الكواليس، وتسمع لهم بدون استعمال لا تهديدات لا شطط في استعمال السلطة إلى آخره وإلى آخره وإلى آخره، سوف نضطر إلى رفع تقرير مفصل إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره للتدخل الاستعجالي لإنصاف ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط والمتضررة. ختام، كنجددوا التضامن ديالنا كمنظمة مغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مع ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط، لا الكراي ولا أصحاب الشقق المالكين لشققهم بالقانون. وفي الأخير كنختم بما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وشكرا لكم.